السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا أخيرا الأهلي عملها يا بعد تعثر كام ماتش وفوز واحد بس في الدوري. يا الحمد لله. الأهلي النهاردة غلب 1-0 في الدقيقة 26 بهدف تريزيجيه. تريزي جول، رجع تريزيجيه زي زمان بعد يعني صيام عن التهديف والأنلاكي وعدم التوفيق للنادي كله. فالحمد لله النهارده الاهلي غلب 1-0 سيراميكا كليوباترا يا جماعه، ورجع للمركز التاسع. الحمد لله كان في المركز مش عارف تقريبا 15، رجع للمركز التاسع ورا بتروجيت على طول. ويعني عماد النحاس يعني عمل اللي عليه وعمل شويه تغييرات، ورغم ان الكابتن علي ماهر تغييراته كلها كانت هجوميه جدا. والاهلي ابتدى الشوط الاول ضغط عالي وكده. بس برضو مش في برضو فرص كتير جدا ضاعت يا جماعه، خلى يعني جمهور الاهلي بعد على اعصابه لحد الدقيقه يعني بلس 8 96، اللي هو هدف حاجه معلقه يعني جون واحد بس يعني. فده طبعا يعني بيخلي الناس على اعصابها جدا 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 يعني. والحمد لله الاهلي غلب، ويا مسهل العجله تمشي بقى. العجله تمشي بقى، ولنا تعليقات كتير طبعا على اليو ديانج. مش عارف اليو ديانج ماله متذبذب ليه، مش عارف، متذبذب جدا. آه وبرضه يعني محمد كمال عبد الواحد ده نزل مش عارف الدقيقة تقريبا 75 تقريبا، بيرجع الكرة كتير لورا في هجمة، طالع هجمة مرتدة، طالع وفي الآخر بترجع الكرة. طب ما تفوق اللعب وكمل. لا، فمش عارف كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد مش عارف، خايف قلقان. اليو ديانج متردد شوية، مش عارف يعني. لكن يعني اداء لا بأس به وكويس، وفرص ضايعه كتير جدا. وفي علامة استفهام كرة تريزيجيه اللي شاطها الجون جابها من بعد الخط بشوية، والكاميرا ناحية الجون مبيناها جدا يعني، بس مش عارف. فكنا مش عايزين نبكي على حاجة زي كده، او يجي علينا ضربة جزاء ولا لمسة يد. فلا يعني الجزء التحكيم وكده الواحد مش هيحط دماغه بيه. انا ليا فرقتي وليا النادي اللي احنا بنشجعه، بس هم حبسوا يعني اعصاب الجماهير دي كلها والناس. وكويس، رجاله ضيعوا فرص كتير وكده، والشحات نازل بصراحه فايق. وبس يعني ايه، كان عنده كرة مش ماشية قوي معاه عشان طبعا بقاله فترة بعيد عن المباريات وكده. بس مبروك، مبروك يلا يا رجالة بقى. الاهلي بقى يا جماعة بقى، الاهلي بقى يا جماعة بقى يعني. ده النادي اللي احنا بنعشقه، الكيان يا شباب يعني. الحمد لله تسعة يعني، رجعت المركز التاسع الحمد لله يعني. مبروك يا شباب، وان شاء الله الماتش اللي جاي والعجله تمشي بقى، لان فوز بيجيب فوز. حتى لو عندك مشاكل، لو عندك ديفوهات، الفوز بيغطي التلاتة بونت، بتغطي على طول. بتحاول تحل، بس الدنيا ملمومة. لكن تعادلات وبتاع او هزيمة لا قدر الله، دي بتبقى حاجة مش لطيفة طبعا يعني، وبيفتح عليك النار. الاهلي كيان كبير، الجمهور رقم واحد، وشابوه جدا 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 بصراحة يعني لتريزيجيه، ان هو راح واعتذر للجمهور مرة واتنين وحط ايده على دماغه وجري ليهم وهكذا بعد جائزة احسن لاعب في المباراة. فحلو، حلو جميل. وطبعا تريزيجيه على قديمه ابن النادي يعني، فهو الامل الناس متعايشين بيه اكتر من كده. فربنا كرمه النهارده، جاب جون بصراحه يعني ارتو واو بجد يعني، لطيف جدا. وعقبال القادم يا شباب. وفوز صعب لكن جميل، كرة قدم. هي دي كرة القدم، فيها سسبنس، الأداء بتبقى لحد آخر لحظة مش متوقع، مش سيناريو مكتوب زي المسلسلات أو الأفلام. كويس، كويس يا شباب. برضه هي دي الإثارة، بيقولوا عليها الساحل المستدير عشان كده. فجميل، يلا ألف مبروك، وعقبال التلاتة بونت جايين إن شاء الله. وكابتن عماد النحاس يشد حيله بقى كده اما نشوف بقى حكايه المدرب الاجنبي ده. وان شاء الله اي اخبار جديده انا هواليكم ان شاء الله باذن الله. اخوكم هيثم عاشق للكيان والنادي الاهلي والكره المصريه بشكل عام يعني. نحلل كل المباريات ان شاء الله ونشوف الرياكت بتاعنا يعني. السلام عليكم.